سلام سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. في الفيديو تاع اليوم جبت لكم موضوع يهمكم بزاف، بصح قبل ما نبداو كالعاده ما تنساوش ديروا لي جام وتشتركوا في القناه، هكا به كل ما نحط فيديو جديده تلحقكم نتوما الاولى وتتفرجوا. وهذا مكان خلونا نبداو. هذا الموضوع خفيف مختصر ومفيد لكامل النساء، يبين لك مهارات كون تركزي عليهم وتطبقيهم كل يوم يختصروا عليك 6 دورات كاملة في تطوير الذات، ويوفروا عليك الوقت والجهد والدراهم اللي ممكن تصرفيهم على هذه الدورات. ركزي مليح في الكلام اللي نحن نقوله وخليه يدخل لقلبك، لأنه صدقيني لو طبقتيه حياتك راح تتبدل للأحسن بطريقة ما تتخيليهاش. راح نقولك 6 مهارات، فكري فيهم مليح، تأمليهم وحفظيهم وطبقيهم كل يوم باش يثبتوا ويولوا مبدأ تمشي به حياتك وينظم لك مشاعرك ووقتك وعلاقاتك. المهارة الأولى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. المهارة الأولى واللي هي التحكم في اللسان. قبل ما تهدري أي كلمة فكري مليون مرة. قبل ما تكتبي تعليق في السوشيال ميديا فكري مليون مرة. قبل ما تنتقدي أي واحد فكري مليون مرة. قبل ما تعطي رأيك لأي شخص فكري مليون مرة. سقسي روحك، هل هذا الكلام خير؟ قولي له. هل يجرح ولا يزعج؟ ما عنده حتى معنى ولا ما عنده حتى فايدة؟ إذا كان الجواب نعم، أحشمي وسكتي. نقول لك لأنه أثر الكلام خطير وعميق أكثر مما تتصوري. كلمة واحدة بلا تفكير تقدر تدمر شخص، تجرحه وتكسر الثقة تاعه بنفسه، ولا تخليه يعيش شعور سلبي لمدة طويلة. خلي عندك ميزان توزني به كلامك. الصمت راح يكون أرقى وأهدأ وأحسن من 1000 مرة من الكلام اللي يوجع وما فيه حتى خير. طبقي هذه المهارة كل يوم، حتى مع نفسك وحتى مع أقرب الناس ليك، وراح تشوفي كيفاش حياتك تتبدل للأحسن. المهارة الثانية، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. المهارة هنا هي ما تتدخليش في شؤون الآخرين. أي حاجة ما تخصكش ما تخصكش وخلاص. ما عندك حتى دخل في حياة الناس ولا الأشكال تاعهم ولا أجسامهم ولا خصوصياتهم. الفضول هذا والتدخل في شؤون الناس راح ينقص من قيمتك بزاف، ويطيح من احترامك ويضيع الهيبة تاعك. دايما تكوني راقية وتكوني مشغولة بنفسك وبحياتك وبأهدافك. مارسي هذه المهارة كل يوم وراح تشوفي حياتك كيفاش راح تولي أجمل ومعمرة غير بالأشياء اللي تخصك انتي. خليني نقولك حاجة، اللي يتدخل بزاف في الناس غالبا حياته فارغة، مشغول بلا شيء، مخه معمر بحوايج ما عندها حتى قيمة، وهذا سبب فشل بزاف ناس. أما لو أنك تشتغلي بنفسك راح تصلحيها وتطوريها، وهذا هو اللي ينفعك في الدنيا وفي الآخرة. راجعي روحك مليح، انتي راكي مشغولة بحياة الناس ولا مشغولة بحياتك؟ باش تطوري هذه المهارة دايما حددي أهداف يومية تخصك انتي، مثلا العبادات تاوعك، صحتك، الرياضة تاعك، تطوير نفسك، دخلك وتعليمك ودارك، وخلي الناس في حالها. بالمناسبة، إذا كم حابين هذه المواضيع الهادئة والمفيدة ما تنسوش ديروا لي لايك للفيديو واشتركوا في القناة باش يوصلكم فيديوهات أخرى كما هكا، ودعمكم راح يفرحني بزاف ويخليني نكملوا المهارة الثالثة. جاء أحد للرسول صلى الله عليه وسلم قال: أوصني يا رسول الله. فقال له: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. المهارة الثالثة واللي هي التحكم في النفس. الغضب والعصبية والصراخ دليل على ضعف في التحكم في النفس. ما كان حتى حاجة في هذه الدنيا تتصلح بالعصبية أبدا. راكي حتقلقي على ولادك راح يخافوا منك، وبالك حتى يكذبوا عليك باش يتفاداوك. تعصبي على راجلك راح يهرب وما راحش تدي منه اللي راكي حابته. تتعصبي في الخدمة راح تولي مكروهة والناس دايما تتفادى التعامل معاك. تتعصبي في الدار ممكن أنك تتأذي أو تترد لك. العصبية راهي ضعف، واللي تتعصبي منه ما راحش يحترمك. بالك الناس تخاف منك بصح ما راحش يحترموك. دايما عودي روحك انك تتحكمي في اعصابك، ما تكبريش المواضيع التافهة. العصبية مرتبطة بامراض خطيرة كيما القلب والسكر والجلطات. تقنية بسيطة، كي تحسي روحك راكي مقلقة رجعي لراسك شوية الفوق
ودي نفس عميق من الأنف وخرجيه ببطء من الفم، وعدي هذه العملية 10 مرات وراح تهدي بإذن الله. المهارة الرابعة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. المهارة هي ترك الجدال العقيم. مشي لازم تكوني دايما صح، ومشي لازم الناس كامل تقتنع برايك، ومشي لازم يفكروا كيما انتي ولا يمشيوا على حساب مورالك. كل واحد وعنده قناعاته وأفكاره. الجدال باش تثبتي روحك صح وتحتقري الناس، هذا ما راحش يزيد لك من القيمة. إذا هدرتي مع شخص ولاحظتيه بلي راه متمسك برايو، الأذكى أنك تخرجي من النقاش بهدوء، بلا الصراخ هذاك ولا التقليل. فرض الرأي هو صفة مزعجة بزاف حتى مع أقرب الناس ليك. الناس راح تسكر قلبها وما تحبش تهدر معاك. دايما تكوني ذكية في النقاش تاوعك، وعارفي وقتاش تخرجي من الجماعة بأدب بلا ما تحسسي الآخر بالجهل أو النقص. وثانيك باش ما تخسريش الناس الغاليين عليك. مارسي هاد المهارة حتى تولي طبيعية عندك، وراح تشوفي كيفاش علاقاتك تولي أهدأ وأجمل. المهارة الخامسة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. هذا راه حديث صحيح. المهارة أنك ما تراقبيش حياة الناس. ركزي مليح في التسلسل، هذا راهو إعجاز والله. المشكل يبدأ بالتحسس وتتبع أخبار الآخرين، ومن بعد يولي تجسس وبحث عن أسرار الناس، من بعد يدخل الحسد والغيرة وأمراض القلب، ومن بعد تجيك القطعة كامل بسبب الجملة المعروفة وعلاش ما قلتولناش وعلاش درتو هكا وما خبرتوش. ومن بعد يبدأ البغض والكره والعداوة والحرب الباردة والسخونة. تفهمي درك راهي الراحة في هذا الشيء؟ الجواب ما كاش، صفر. ما كان حتى راحة كي تراقبي حياة الناس. أي وحدة تراقب الناس صدقيني راهي ماهيش مرتاحة، نقطة وانتهى. مستحيل ترتاحي في حياتك وانتي تراقبي غيرك. وهذا المعروف من زمان، كما يقولوا: من راقب الناس مات هما. وفعلا هذا هو اللي يصرى. اللي يتحسوا ويتجسسوا ويتبعوا فلانة وعلانة وش دارت وين راحت مع من خرجت، هادو غالبا ما عندهمش حياة أصلا. انتبهي لا تولي كيفهم. طبقي هاد المهارة كل يوم وشوفي كيفاش قلبك يرتاح وعقلك يولي نقي ونظيف. جربي وراك راح تحسي بالفرق. المهارة السادسة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. المهارة هنايا واللي هي سلامة القلب. أي حاجة ما تحبيهاش لروحك ما تديريهاش للناس. أي حاجة ما ترضيهاش على روحك ما ترضيهاش على الناس. هذا هو الميزان اللي توزني به تصرفاتك وكلامك وحتى المشاعر تاعك. ما تحبيش واحد يغلط عليك ما تغلطيش على الناس. ما تحبيش واحد يذكرك بالشر ما تغتابيش الناس. ما تحبيش واحد يفضحك ما تفضحيش الناس، وهكذا. وخلي نقولك حاجة مهمة بزاف: كي تتعلمي سلامة القلب تحسي بطهارة وتحسي بواحد النقاء والصفاء والسلام الداخلي عجيب. إحساسك راح يجيك من الداخل من الأعماق ما يتوصفش. وكي تتقني هذه المهارة تخيلي كمية الإبداع والجمال والأفكار المفيدة اللي رايحين يجوك في حياتك. ربي يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلبك السليم هو اللي راح يدخلك الجنة بإذن الله. وعلى هذا الأساس دايما حرصي كل الحرص أنك تطوري هذه المهارة وتمارسيها كل يوم وفي كل تصرف وكل كلمة وكل إحساس تجاه الناس، وشوفي كيفاش حياتك تتبدل للأحسن. نكتفي بهذا القدر. هذا الشيء هما 6 أحاديث و6 مهارات أساسية في الحياة. كون تطبقيهم وتداومي عليهم راح يغنوك على عام كامل تاع دورات تدريبية، لأنهم يتجمعوا تطوير الذات، بناء الشخصية القوية، الثقة بالنفس، فن التعامل مع الناس والإتيكيت، وفي نفس الوقت راح يحموك من المشاكل النفسية وصحية كبيرة انتي في غنى عنها. هادو أصول الأخلاق والأدب وميثاق لازم كل مسلم يلتزم به. نتمنى تكونوا استفدتوا ونتمنى لكم السعادة الدائمة. بليز إذا مازال ما درتوا ليش لايك واشتراك، واش راكم تقارعوا؟ مازالوا كاين مواضيع بزاف مفيدة واللي تزيدك يفيدوك بزاف. وهذا ما كان، تلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله. تبقاو على خير.